حصاد الجنوب أهلا بكم. عبرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع لها اليوم برئاسة علي الكثير رفض أعمال الخطف والتقطع، مطالبة الأجهزة الأمنية بتكريس جهودها للكشف عن مصير المواطن المختطف علي عشال الجعدني وسرعة ضبط الجناة والمتورطين في الجريمة وإحالتهم إلى المحاكمة وفقا للقانون. الهيئة أكدت تضامنها الكامل مع أسرة الجعدني، مشيدة بالوعي والتلاحم المجتمعي الجنوبي الذي تجلى بالتضامن مع الجعدني والمطالبة بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة وقطع الطريق أمام محاولات التوظيف السياسي والمناطقي للجرائم المدانة. وفي ذات السياق، شكلت الجمعية الوطنية لجنة اتصال وتواصل لمتابعة قضية اختطاف المواطن علي عشال مع الجهات المختصة حتى الوصول إلى الجناة وإحالتهم إلى القضاء. علي الكثير رئيس الجمعية شدد خلال تراوس اجتماع لكتلة أبين في الجمعية الوطنية على أن المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلا بالرئيس عيدروس الزبيدي يرفض هذه الجرائم ويدينها، ولن يتوانى عن حشد كل الجهود لعدم إفلات مرتكبيها من العدالة. أوقف البنك المركزي في العاصمة عدن اليوم الخميس تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة. القرار شمل شركتي هوام وبيور ماني للصرافة ومنشآت توب توب والسهم الأسرع والقاسمي إكسبرس للصرافة. كشفت المؤسسة العامة لكهرباء العاصمة عدن عن توقف محطة بترو مسيلة عن العمل الساعة 8 من صباح اليوم الخميس. المؤسسة أشارت في بيان إلى تعطل العمل في المحطة جراء نفاذ وقود النفط الخام بسبب تعثر وصول ناقلات الوقود إلى المحطة جراء قطع الخط الدولي بمحافظة أبين. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.